أحداث برشلونة الفترة اللي فاتت كانت مثيرة جدا وخلت الجو في النادي كله متوتر بعد انتقال الشاب درو فرنانديز لباريس سان جيرمان. درو عنده 18 سنة، وده اللي خلى الرحيل ده حاجة كبيرة ومثيرة للجدل في نفس الوقت، مش بس من ناحية النادي لكن كمان من ناحية اللاعبين والجهاز الفني. القصة بدأت لما درو قرر إنه يبلغ المدرب هانسي فليك بقراره بالرحيل، وتوجه لمكتبه عشان يكلمه. لكن فليك شاف الموضوع على إنه خيانة لمشروعه، وده خلق أول شرارة في الأزمة. فليك قرر على طول استبعاد درو ومنعه من دخول المرافق الرياضية للنادي، وده خلى التوتر ينتقل بسرعة لكل اللاعبين. جافي النجم الكبير في الفريق ما قدرش يقف صامت على اللي حصل، وواجه الجهاز الفني بكلمات حادة بعد المران. هو حس إن النادي ضيع فرصة على موهبة شابة، وكان ممكن يديها دقايق لعب أكتر بدل ما يضطرها تسيب النادي، خصوصا بعد ما درو فضل على دكة الاحتياط في مباراة كأس الملك ضد جوادة الأخارة. جافي قال بشكل واضح إن ده جزء من سوء إدارة الملف، وإن القرار كان ممكن يكون مختلف لو النادي اهتم أكتر بالمواهب. برضه الإدارة الباريسية حبت تهد الموضوع شوية، ودفعت لبرشلونة 8 مليون يورو، اللي هي أكتر من قيمة الشرط الجزائي اللي كان 6 مليون يورو. الهدف من المبلغ ده كان يحافظوا على علاقتهم مع إدارة خوان لابورتا، ويتجنبوا أي صراعات قانونية أو دبلوماسية في المستقبل. الموضوع كله مش بس عن انتقال لاعب، ده عن طريقة التعامل، عن مشاعر اللاعبين الكبار تجاه زملائهم الصغار، وعن إدارة النادي للمواهب. الرحيل خلق صدمة كبيرة في غرفة الملابس، وأظهر التوتر بين اللاعبين والجهاز الفني، خصوصا مع شخصية جافي اللي مش قادر يسكت على أي حاجة بيحس إنها مش مظبوطة أو بتظلم لاعب شاب. في الآخر، الأزمة دي خلت كل اللي في النادي يقفوا لحظة يفكروا في طريقة التعامل مع المواهب الصغيرة، وفي نفس الوقت وضعت باريس سان جيرمان في موقف ذكي لما قدرت تشتري لاعب شاب وتزيد علاقتها مع برشلونة من غير مشاكل كبيرة. لكن أكيد اللي حصل ده هيكون ليه تأثير على الجو العام في برشلونة الفترة اللي جاية، خصوصا مع حساسية اللاعبين الشباب ورغبتهم في اللعب والتطور.